السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. النهاردة هنحل تدريبات الدرس الرابع، دراسات الصف الرابع الابتدائي، كتاب الأضواء، درس محافظة مصر، صفحة 44 45. يلا نبدأ. السؤال الأول: أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات. 1. مساحة من الأرض تضم مجموعة من الأحياء هي. طيب، ايه هي المساحة من الأرض؟ يعني فيه مساحة من الأرض بس بتضم مجموعة من الأحياء، زي مثلا إيه قرية، مدينة، ماشي، هي دي الأحياء، بس تسمى ايه؟ تسمى المحافظة. هنقوم كاتبين المحافظة. 2. الحدود التي تفصل المحافظات عن بعضها تسمى حدودا ايه؟ ايه اللي هي مثلا في حدود بتفصل ما بين مثلا ايه القاهرة والجيزة، بس اللي في النص ده بيسمى حدود ايه؟ تسمى حدود إدارية. إدارية. 3. عاصمة جمهورية مصر العربية هي محافظة ايه؟ عاصمة مصر هي القاهرة، محافظة القاهرة. 4. من محافظات الحدود الصحراوية عندنا محافظة ايه؟ عندنا كتير. عندنا هنا مطروح، عد معايا: مطروح، جنوب سيناء، شمال سيناء، محافظة البحر الأحمر، الوادي الجديد. هنقوم مثلا كاتبين مطروح، الوادي الجديد، البحر الأحمر، البحر الأحمر، وطبعا عندنا شمال سيناء وجنوب سيناء. 5. تعتبر محافظة أسوان من محافظات، احنا قلنا عندنا محافظة وجه قبلي، وجه بحري، ووجه قبلي. أسوان من محافظات الوجه القبلي اللي هي في الجنوب القبلي. السؤال التاني: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة غلط أمام العبارة غير صحيحة. 1. الحدود الإدارية تفصل المحافظات عن بعضها، طبعا صح، يبقى الحدود الإدارية هي اللي بتفصل المحافظات عن بعض. 2. محافظة الإسكندرية تقع على البحر الأحمر، غلط، أمال تقع على البحر البحر المتوسط، هنا غلط. 3. مشروع حي الأسمرات بمحافظة القليوبية من المشاريع التي أقامتها الدولة، طبعا غلط. 4. نظرا لاتساع مساحة مصر تم تقسيمها إلى ولايات، غلط، ما هيش ولايات، أمال إيه؟ محافظات. 5. محافظة المنوفية من المحافظات التابعة للوجه البحري، طبعا صح. السؤال الثالث: صوب ما تحته خط. 1. قلعة صلاح الدين تقع في محافظة الجيزة، لا، قلعة صلاح الدين توجد فين؟ في القاهرة، القاهرة. 2. قامت الدولة بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لتخفيف الضغط السكاني عن محافظة الإسكندرية، لا، هم عملوا العاصمة الإدارية عشان يخفوا الضغط السكاني عن القاهرة. 3. عدد المحافظات الحدود في مصر 4 محافظات، لا، مش 4 محافظات، أمال كام؟ 5 محافظات، 5 محافظات. 4. محافظة البحر الأحمر من محافظات الوجه البحري، لا، البحر الأحمر ما هيش من محافظات الوجه البحري، أمال منين؟ من محافظات الحدود. هنقوم كاتبين الحدود الصحراوية، الصحراوية. السؤال الرابع: صنف المحافظات الآتية حسب المجموعة اللي تنتمي إليها في الجدول التالي. يعني هو جايب لنا هنا محافظات وعايزنا نقسمها. عندنا محافظات الوجه البحري. طيب، عندنا محافظات الوجه البحري: جنوب سيناء، البحيرة، البحر الأحمر، بورسعيد، الأقصر، قنا، الدقهلية، كفر الشيخ، مطروح. محافظات الوجه البحري عندنا هنا البحيرة من محافظات الوجه البحري، البحيرة. جنوب سيناء من الحدود الصحراوية، جنوب سيناء. البحيرة، البحر الأحمر من الحدود الصحراوية، البحر الأحمر. بورسعيد دي من إيه؟ من الوجه البحري، بورسعيد.
سعيد. الأقصر قبلي. الأقصر قنا. قنا. الدقهلية من محافظات الوجه البحري. الدقهلية. كفر الشيخ من محافظات ايه؟ الوجه البحري. كفر الشيخ. مطروح من الحدود الصحراوية. مطروح. ونشوف اللي بعده. السؤال الخامس: أمامك خريطة لمحافظات مصر، ادرسها ثم ضع دائرة حول الأجوبة الصحيحة. يعني هو جايب لنا هنا محافظات مصر، عايزنا ندرسها ونضع دائرة، نحط دايرة حول الإجابة الصحيحة. ماشي. 1. تجاور محافظة السويس محافظة القاهرة من جهة الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب. طيب قبل ما نحل تعال نشوف فين محافظة السويس. دي محافظة السويس. فين القاهرة؟ دي القاهرة. طيب محافظة السويس تجاور القاهرة من ناحية ايه؟ هنا ناحية ايه؟ الشرق. نقوم كاتبين او عاملين عليها دايرة. 2. إذا سافرت من محافظة الفيوم متجها إلى محافظة المنيا، فأي الاتجاهات تتجه؟ الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب. تعال نشوف هنا الفيوم، وعايزنا نتجه فين؟ إلى المنيا. فين المنيا؟ يبقى احنا المفروض نتجه فين؟ الجنوب، ناحية الجنوب تحت. 3. من محافظات الوجه البحري محافظة المنيا، سوهاج، الشرقية، مطروح. محافظات الوجه البحري هنا، دي الوجه البحري محافظة، يبقى مدينة ايه؟ هتكون مدينة الشرقية، هنقوم عاملين عليها دايرة. 4. محافظة أسوان تحدها من جهة الشمال محافظة الأقصر، البحر الأحمر، وادي الجديد، قنا. تعال نشوفها هنا في الخريطة. عايزنا هنا محافظة أسوان بيحدوها من الشمال على طول ايه؟ الأقصر. هم عاملين عليها دايرة. السؤال السادس: حدد العنصر المختلف في كل مجموعة من المجموعتين. عندنا رقم 1 القليوبية، الدقهلية، أسيوط، البحيرة. العنصر المختلف عندنا هنا فين؟ هيكون مختلف عندنا أسيوط. كاتبين أسيوط. ليه؟ لأن أسيوط من محافظات الوجه القبلي، إنما القليوبية والدقهلية والبحيرة من محافظات الوجه البحري. 2. محافظة البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسكندرية. هيكون مختلف عندنا إيه؟ الإسكندرية. ليه؟ لأن البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء من الحدود الصحراوية. السؤال السابع: من أكون؟ يمكن الاستعانة بالخريطة. ماشي. 1. أنا محافظة أقع ضمن محافظات الحدود الصحراوي وشمالي البحر المتوسط. طيب عايزنا هنا نقول محافظة بتقع ضمن محافظات الحدود الصحراوي وشمالها كمان البحر المتوسط. عندنا هنا عندنا شمال سيناء. شمال سيناء عندنا فوقها على طول الشمال البحر المتوسط. وكمان عندنا هنا ايه؟ مطروح. نقوم فين هنا مطروح؟ هنا مطروح. يقوم كاتبين شمال سيناء. شمال سيناء. 2. أنا محافظة أقع ضمن محافظات الحدود الصحراوية وأقع في شمال شبه جزيرة سيناء. فين؟ هنا. وتقع في شمال شبه جزيرة سيناء اللي هي شمال سيناء. شمال سيناء. 3. أنا محافظة أقع ضمن محافظات الوجه القبلي وشمالي محافظة سوهاج وجنوبي محافظة الأقصر. طيب تعال نشوفها هنا في الخريطة. عندنا هنا شمالي سوهاج وجنوبي الأقصر، يبقى في النص هنا المدينة ايه او محافظة ايه؟ قنا. هنقوم كاتبين قنا. 4. أنا مدينة جديدة تقوم بإنشائها الدولة لتخفيف الضغط على القاهرة العاصمة الإدارية. السؤال الثامن: فسر السبب
واحد، أهمية استخدام نظام التحديد أو المواقع اللي هو الGPS. أهميته إيه؟ اللي إحنا بنستخدمه بنحدد المواقع ونحدد الاتجاهات عشان نوصل المكان اللي إحنا رايحينه. هنقوم كاتبين تحديد مواقع الأماكن وتحديد اتجاهات السير. طيب. 2. تم تقسيم مصر إلى محافظات. ليه تم تقسيم مصر إلى محافظات؟ نظرا لاتساع مساحة مصر، يعني مصر كانت مساحتها كبيرة فعشان كده قسموها لمحافظات. هنقوم كاتبين نظرا لاتساع مساحة مصر. وبكده نكون خلصنا. معكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. انتظروني في حل باقي الاختبارات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.